بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أما بعد. كثير من الناس تجده في خارج المنزل يضحك ويلهو ويمازح ويكرم من يلقى ويعرف، فإذا عاد إلى منزله التقى مع زوجته بوجه شاحب شرس الطبع ضيق النفس. إن تكلم فبصيغة الأمر، يحاول أن يقلل من شأن زوجته ويبحث عن عيوبها، ظنا منه أنه بذلك سيصبح رجل البيت لتكتمل رجولته. أيها الزوج، لا خير فيك إن لم تكرم أهلك بجمال أخلاقك ولطيف تعاملك، فهم أولى الناس بهذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أيها الزوج، إن زوجتك حينما تركت بيت أهلها لتعيش معك لم تكن جائعة ينقصها الطعام لتطعمها أنت، ولم تكن عارية ينقصها الكساء لتكسوها أنت، بل هي بحاجة إلى الحنان والأمان. فلن تقام الحياة الزوجية إلا بالعلاقة الروحية، فإن كنت كذلك جعلت بيتك سكنا لا سجنا. والله تعالى يقول مبينا حقيقة هذه العلاقة، قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.